يعني ايه الماس بريلانتي او الماس زويت ويت؟ ناس كتير بتقول الجملة دي وهي مش عارفة معناها ايه. تعالى وانا هشرح لك كل حاجة. زي ما قلنا قبل كده، احنا بناخد حجر الالماس الخام نقطعه او نشكله او بلغة السوق بنحكه، وكل قطع بيبقى ليه شكل مختلف عن التاني. طب ايه هي انواع الكاتس في الالماس؟ اول حاجة الالماس القديم او البريلانتي، او اللي احنا بنسميها السنجل كات، او على رأي الفرنساويين الويت ويت، او اللي معناها 8 وهي بيتقال عليها كده عشان بيبقى فيها 8 فاسيتس فوق و8 فاسيتس تحت، والفاسيتس دي هي الوجه او الوش. وده زمان كانوا بيعملوه عشان دي التكنولوجيا اللي كانت موجودة عندهم كانت بتخليهم يعملوا الويت ويت. انما دلوقتي مع التكنولوجيا الحديثة بنقدر نعمل لغاية 57 فاسيت او 58 فاسيت، او زي ما بنسميها الايديال كات. طب ايه الاحسن بين التو كاتس دول، السنجل ولا الايديال؟ الاحسن هو الايديال كات طبعا، لان كل ما زادت عدد الفاسيتس بيزيد انعكاس الضوء على الفص، فبيكون شكله احلى واجمل بكتير لانه بيلمع اكتر. عشان كده الالماس القديم بتاع جدتك وجد جدتك بيتباع بسعر قليل جدا اليومين دول، لانه ما كانش بيعكس الضوء كويس، على عكس الايديال كات دلوقتي، وبيركب في حاجات قليلة جدا، وبالتالي سعره بيبقى قليل جدا. ولو عندكم اي حاجة عايزين تسألوها عن الالماس اكتبوا لنا في الكومنتس.